السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا جدا. يلا بقى كده ايام العيد خلصت وبس، لكن الشقة ورانا. اهلا بكم في قناة افلام في البيت. ما تنسونيش بالدعم في القناة واللايك والاشتراك الجميل منكم. يلا بينا كده نشوف هنعمل ايه سريعا، علشان ايه لو حابب حد يطول معايا في الفيديو نشوف هنعمل ايه بالتفصيل. ولكن انا بحب كده احط على طول لقطات سريعة، علشان مثلا الناس المستعجلة، الناس اللي حابة تشوف مثلا يومات افلام ماشية ازاي وكده تشوفها على طول وتخرج من الفيديو. اما الناس بقى اللي هي ايه تحب تشوف اليوم بالتفصيل وكده والديتيلز بالتفاصيل، فاهلا بيكم وكده. تمام يا احلى بنات. طبعا زي ما بقول لكم في اول الفيديو كده، هدة الحيل دي يا بنات حرفيا بعد العيد برضو، يعني قبل العيد وبعد العيد وكل الايام اصلا. يعني انا اساسا ما حبيتش ان انا اصور كمان انا عملت ايه بعد العيد. يعني انا مسكت الحفظتين، رحت نقعتهم كده في البانيو بميه وكلور واريال او اوكسي اذا حسب ما تحبي، وبعدين انا حطيتهم في البلكونات كده ويتهووا طبعا وينزلوا ميه كل اللي فيهم. تمام، حبيتش اصور معاكم بقى كده. تمام، بس ان شاء الله لما اجي افرش الشقه هصورها معاكم. ورحت برضو كده لميت الكوتشيات وظبطت الدنيا وزي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي معايا في الفيديو. جزمت بقى اتفتحت واتنضفت، يعني ما فيش، بصوا حرفيا ما فيش راحه خالص. ربنا يعين كل ام ويعين كل واحده على مسؤوليتها. وحرفيا يا بنات يعني الشغل حاجه وشغل البيت ده حاجه. يعني اي ست بيت حقيقي هي فعلا اقوى واحسن من مليون واحده بتشتغل حرفيا، لان هي فعلا بتتعب تعب شديد قوي. يعني انا لما كنت في ايام الكليه كنت كده كنت مرتاحه جدا. ولكن شغل البيت فعلا بيهت، وحقيقي ربنا يعين كل واحده واخده بالها من بيتها كويس قوي، عايزه تطلع بيتها في احسن صوره في احسن حال. وخاصة لما يكون معاكي مثلا بيبيهات او بيب واحد، فانت الصراحة ست قوية قوي وامرأة قوية قوي وبنت كويسة جدا جدا جدا، انك انت عارفة او عارفة ازاي تمشي امور حياتك وتحافظي على بيتك وجوزك وكل حاجة في تفاصيل حياتك. نصيحتي لكم وكده ان كنتوا ما تسيبوش اي حاجة في البيت الا لما يكون ايدكم فيها. سواء بقى من جزامة، سواء بقى من تحت السرير، سواء من ورا تلاجة، من تحت تلاجة، من ورا غسالة، آه من ورا بوتاجاز، من ورا تكييف، من ورا تسريح. لو عندكم الإمكانية أو القدرة إن كنتوا مثلا تزقوا الدولاب، أي حاجة في الشقة لازم تزقوها، حتى النيش، البوفيه، كراسي السفرة، كراسي الأنتريه، كراسي الصالون، كل ده يا بنات. انا في اليوم ده كنت عملت مكرونه وحواوشي، 3 رغيف حواوشي كده على قد انا وملوكه. وبعدين قلت بنتي يا فنان قومي كده شوفي الجزامه بتاعتك، طلع كوتشيات كده بتاع جوزك وبتاعتك، وقومي اغسليها قبل ما يجي بالسلامه، علشان يجي كده يلبسها نظيفه. دايما بغسله مره واحده في الشهر. طبعا الجزامه زي ما انتم شايفين كده مليانه تراب، حبيت ان انا كده ايه اكنسها على طول. انا الصراحه جه في بالي ان انا اشفطها، لكن قلت لنفسي لا يا افلام ما تشفتش وكده، موضوع صعب ان هي جايه كده بزاويه او بتانية زي ما انتم شايفين يا بنات. رحت لممت كده بالتوأم، وبعدين جبت الازازه بتاعت ام علياء يعتبر، يعني اللي هي بمنمع الخشب والازاز والمرايات وايه تاني يا جماعه، والرخام. بدأت كده جبت حتة فوطة من عندي، وبعدين بدأت امشي على الحتة اللي انا ايه رششت فيها. حقيقي حاجة نضيفة قوي وبقيت احس كده بالنظافة. عذرا. ولمعت كل حاجة كده. كنت جايبة طبق معايا او كل رف، الرف اللي انا بشتغل فيه انزل الحاجات اللي فيه، بعد كده ارجعها تاني علشان الدنيا متتكتكبش حواليا. تمام، وارجع ارص من تاني، يعني الرف اللي يخلص معايا ولمع واشيل التراب منه ارجع ارص الكوتشيات والجزم من تاني. حقيقة بنات الحاجات الصغيرة دي بتفرق قوي مع زوجك، لما يجي يفتح مثلا الجزامة يلاقيها نظيفة يلاقيها مرتبة، يفتح مثلا دولاب ويلاقي كل حاجة بنظام، يفتح التلاجة يلاقيها نظيفة مرتبة وريحتها حلوة، يحط ايده على اي حاجة مفيهاش تراب مثلا. في كل التفاصيل دي والديتيلز دي صدقوني بتفصل، يعني مش بتفصل ايه بس يا اخنا الله يهديكي، بتخلي الراجل كده يبقى عايش، تحس لا ان هو ملك الدنيا كلها. لا انا مش عايز حاجه خلاص تاني من الدنيا، انا عايز الحمد لله معايا واحده نظيفه وواخده بالها من نفسها ومن بيتها ومن ابنها، فانا عاوز ايه تاني. كان اخر رف ده يا بنات بقى كان فيه كوتشيات كتير، واحنا على فكره اغلبيه الكوتشيات دي مش بنستخدمها، ولكن انا حبيت ان انا اطلعها كده شويه منها لله. راح ابو مالك الصراحه قال لي ممكن مثلا اروح جيم، سفر،
بصراحة فادونا قوي لما راح الجيش الصراحة. انا طبعا الجيش مش لازم تروح بقى طبعا بكوتشي نضيف وجديد، لا يعني ممكن مثلا تستخدم كوتشي ايه، كوتشي مش قوي يعني في الاستخدام، ممكن تروح بيه علشان طبعا انتوا عارفين الجيش هناك ايه هلكة وكده. وده كان شكلها في النهاية. وطبعا بقى ايه خليت كده نص رف لنفسي اللي انتوا شايفينه ده انا بشاور لكم عليه، والباقي بقى خدته كده وفصلته بره اللي انتوا هتشوفوه في الطبق البامبا. قلت بنتي افتين انا هروح كده اغسلهم علشان دول دايما الكوتشيات دول احنا بنستخدمهم، اللي هو الكافيه والاسود والابيض وكوتشين بتوعي انا. وبدأت كده لمعت الخشب من بره، خشب الجزامة. انا طبعا يا بنات اللي بيسألني بقى تحت في الكومنتات انت ليه بتحطي كرسي على الجزامة، عشان مالك الصراحة بيفتحها وكده، عقبال ما انزل ان شاء الله اشتري كده حاجة يعني لزاقة كده للبابين دول. لمعت كويس قوي الخشب. طبعا انا حاسه ان انا اتكلمت كتير قوي النهارده في الفيديو، فانا هسكت شويه كل حاجه بقى باينه معاكم. ما تنسوش بقى الصلاه على النبي والاستغفار والحوكله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هيا يا بنات رحتوا مني فين؟ هنا كده كنت خدت الكوتشيات اللي احنا بنستخدمها فقط لا غير، زي ما قلت لكم في اول الفيديو انا بغسلها بس مره واحده في الشهر. حبيت احط عليها اوكسي، ولما غسلت كملي بحط عليها كلور ودوني، وبحطها على اعلى حاجه في المجفف بعد ما تتغسل وتتشطف كويس قوي. بعدين اطلع كده انشرهم في البلكونه، وبخليهم كده يومين في البلكونه او على حسب الجو اللي عندك. احنا عندنا هنا الجو حر قوي، يعني احتمال كبير قوي بكره على العصر ان شاء الله. النهارده 4/7، يعني بكره 5/7 ان شاء الله احتمال كده اطلع اجيبهم وادخلهم تاني الجزامه. بس لما اتاكد واعمل لهم اختبار كويس قوي ان هما نشفوا، على احسن تدخليهم الجزامه ويكمكموا يطلعوا ريحه وحشه او يعملوا ريحه وحشه في الرجلين. تمام يا بنات، انا هنا كده كنت بنشر كوتشيات. وهنا كده قلت لنفسي بنتي يا فنان الكوتشيات حاسه ان هي كده ليها بوز من جوه، مالك ممكن يجي يوقعهم لك تحت. فهتشوفوا دلوقتي ايد مالك بتحاول توقعهم لي تحت، فانا خدت بالي كده بسرعه رحت عدلتهم زي ما انتوا شايفين كده، عملتهم كده بزاويه منها نصها بره وربعها جوه عندي، علشان مالك طبعا ما يوقعليش الحاجات دي اللي انا تعبانه فيها الصراحه، ان كل حاجه بيوقع لي تحت. لو عارفين يا بنات ازاي احل المشكله دي يا ريت تقولوا لي تحت في الكومنتات، ان هو كل حاجه بيرمي لي تحت في الارض. ايوه ايده اهي. وبس كده يا بنات، يا رب يكون عجبكم الفيديو النهارده، مع السلامه.